موز عليه شوكولاته، عليه حليب مكثف، وعليه جبنه مبشوره. 149,000 يعني حوالي 300 جنيه. في مصر الاسعار مختلفه تماما، وحشه جدا. اسوء راس كلتها في حياتي. النهارده هنكتشف اشهر قطار موجود في اندونيسيا. بس قبل ما نكمل مش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده اول باول. في طريقنا مدينه باندونج، وعشان نروح باندونج في اكتر من طريقه. في ان انت تاجر عربيه عادي، وفي ان انت تروح بالطياره، وفي ان انت تستخدم الوسيله بتاعه الشعب وكل الناس بتستخدمها هنا وهي القطر. خلينا نشوف القطر من جوه عامل ازاي ونكمل رحلتنا لمدينه باندونج. الرحله بتاعتنا من جاكرتا لباندونج بتاخد 2.5 ساعات تقريبا بالقطر. ده بيوفر لك وقت كتير، لانك انت لو بالعربيه اقل حاجه تاخدها 3.5 ساعات. المفروض ان احنا في الدرجه المميزه. الدرجه دي سعرها تقريبا حدود 1000 روبيه، يعني بالمصري حوالي 400 جنيه تقريبا. سعر ممكن مش رخيص قوي، ولكن ظريف يعني، بيقدم الغرض، ووفر عليك وقت ويظبط لك الدنيا. الكراسي هنا للاسف صغيره شويه، ضيقه حبتين، مش اكبر حاجه. الكرسي ممكن حجمه صغير شويه، يعني كان المفروض يكون اكبر من كده حبه، ولكن تمام يعني. الكراسي هنا عندك مكان ان انت تحط كوبايه قهوه او شاي او كده. في هنا مكان للكهرباء لو معاك لابتوب عايز تشحنه او موبايل او اي حاجه. والشباك جنبك فيه ستاره تقدر تنزلها او ترفعها عشان لو الشمس مضايقاك او حاجه. حاطط لك هنا برده كيس عشان خاطر لو عايز ترمي فيه اي حاجه او كده ما تبهدلش الدنيا. حط كل حاجتك في الكيس دوت، وانت خارج تاخده معاك بقى ترميه. طبعا التيكت بتاعك هنا مش شامل اي وجبات، ولكن في حد بيعدي معاه كده عربيه عليها اكل مشروبات واي حاجه انت عايزها، عشان تطلب اي حاجه لو انت جعان او عطشان او كده. فعنده بقى كل اللي انت عايزه. فهيعدي دلوقتي نشوف معاه ايه ونطلب منه. يس ايس كوفي. Yes, this is iced coffee. Maybe yes one. Do you want this one? Yeah. Anything else? اه ثانك يو. الاسعار رهيبه على فكره، حلوه جدا. جبنا وجبه ب 30,000 فيها اومليت، سوسج، فيها بطاطس ويدجز بالتوابل، وحاطط لك توميتو كاتشب وسامبل. السامبل ده اللي هي الشطه الاندونيسي. وجبنا برده هيزل نوت لاتيه بالبندق. الاسعار ظريفه جدا. اللاتيه دوت ب 30,000 روبيه، والوجبه دي كلها ب 30,000. السعر كويس جدا يعني. كل ده ب 120 جنيه. كويس، السعر مناسب. خلينا نجرب. الفكره بقى ان انا لاحظتها في المطاعم هنا ان هو بيقدم لك يعني مع الاكل بتاعك دايما شوكه ومعلقه، مش شوكه وسكينه. يعني الاومليت المفروض تاكله شوكه وسكينه، ولكن اتعامل بقى الاومليت شكله ظريف. ساقع شويه بس طعمه جامد. جرب بطاطس. وحشه جدا. اسوء بطاطس كلتها في حياتي. تجرب الهوت دوج عادي. جرب اللاتيه جامد جامد يخرب بيته. قهوه في اندونيسيا في اي مكان جامده جدا. كده بعد ما خلصنا الفطار بتاعنا تعالوا نبص بقى على الحمام، نشوفه نضيف ولا نص نص. الحمام بسيط جدا يعني ما فيش اي قصص فيه. في هنا بس النور، وهنا مكان بتاع الصابون، في هنا رسمه وما اعرفش ده بتاع ايه، حاجه مقفوله ما فيش فيها اي اكشن. والتويلت حمام اجمالا بسيط ما فيهوش قصص كتير يعني. الطريق كان طويل شويه، لكن وانت ماشي بالقطر صراحه في مناظر طبيعيه جامده جدا. مزارع رز وخضار غير طبيعي. الطبيعه هنا جميله بشكل غير عادي يعني. تبقى بتسلي بقى وانت ماشي بالقطر كده، شايف الجمال ده كله جنبك، فما تحسش ان انت الوقت طول قوي يعني. فالرحله لحد دلوقتي ظريفه جدا وجميله جدا ومختلفه. ثانك يو وي جود. في عمال بقى على القطر لابسين احمر دول ساعدوا الناس اللي محتاجه مساعده في الشغل. ده شيء لطيف. Segera masuk ke komuter lain Bandung Raya. لسه واصلين محطة القطر بعد رحلة 3 ساعات تقريبا. المحطة ظريفة جدا وفي لايف ميوزك، وانت ماشي كده تلاقي في حد بيغني وبتاع وموسيقى وجو جامد. والمحطة فيها كل حاجة تقريبا يعني، فيها مطاعم وفيها كافيهات وفيها كل حاجة. فالدنيا هنا ظريفة، الأجواء حلوة. خلينا نخرج نكتشف مدينة باندونج. طب احنا لسه داخلين الفندق حالا. حجزنا في فندق اسمه باسار بارو هوتيل. ده فندق في وسط المنطقة المركزية في مدينة باندونج، فالسعر خرافي. فندق 4 نجوم، مكان تحفة من جوه، فخم جدا، وسعره $22 بس. تعالوا مع بعض ننزل ناخد جولة سريعة لحد ما غرفة تجهز ونرجع الفندق تاني. نزلنا عشان خاطر نكتشف المكان تحس ان هو حي شعبي شويه. طبعا كميه الموتوسيكلات هنا غير طبيعيه، موتوسيكلات في كل حته. دخلنا الشارع دوت فيه محلات نظارات وناس برضو ايه بتبيع نظارات وكده. مثلا حاجات زي كده سعرها 80,000 يعني حوالي 160 جنيه تقريبا. الشارع اللي احنا ماشيين فيه بنكتشفه دوت شارع مليان محلات الكترونيات ونظارات وكده. تحس ان الشارع ده للنظارات والالكترونيات بس. ده محل ساعات هنا مثلا، محل سماعات وحاجات الكترونيه، محل نظارات تاني هنا في تلفزيون سامسونج سمارت 32 بوصه ب 2,400,000 يعني بالمصري حوالي 5000 جنيه تقريبا. منتجات سامسونج هنا برضو ظريفه واسعارها كويسه جدا. برضو في هنا مول ظريف جدا اسمه لوج ان ميجا ستور، في كميه براندات الكترونيات غير طبيعيه. تعالوا كده نكتشف. المول رهيب من جوه، كميه منتجات غير عاديه. تعالوا ناخد جوله كده نشوف ايه اللي موجود. سعر التكييف دوت مثلا ال جي ب 2,650,000 يعني حوالي 5000 جنيه. مايكرويف مثلا ب 1790 يعني حوالي 3000 ونص. لقينا واحد هنا بيعمل حاجه زي الوافل كده فيها حشوه غريبه. ده هنا اصلا في اندونيسيا طول ما انت ماشي بتلاقي حاجات ستريت فود غريب غير المعتاد تماما. فهي دي سعرها 10,000 يعني حوالي 20 جنيه تقريبا. ثانك يو.
بعد ما بتطلع على طول بيحط لك بقى عليها شويه سكر، ولكن هو حاط لي سكر زياده شويه. عجينه فيها جوز هند بتعمل زي وافل، بيحط لك عليها سكر زي ما انتم شايفين كده، فخلينا نجرب يعني. طعمها غريب جدا. فيري جود باجوس. مليانه جوز هند من جوه، وحته السكر ديت حلو، تعتبر سناك خفيف كده عشان تكمل يومك يعني. بعد ما استوت بقت زي الوافل بالظبط، والعجينه اللي جوه صراحه جميله يعني. اديله سناك اندونيسي 100 100. ايه رايك؟ جوز هند قوي بس جامد، سناك ظريف، سكر يعني خلاها مظبوطه شويه. كانك اكلت عيش بالسكر. انا ما حسيتهاش كده خالص، حسيت ان هو وافل بجوز الهند والسكر بس. جامد. انا حاسس انها بالسكر احلى صراحه. نكمل جولتنا. كل حته انت بتمشي فيها لبس حريمي، دريسات شكلها لطيفه صراحه. عندك في هنا جلابيات ولبس رجالي 300 تيجاراتس. اوكي اند فور ذا سمول وان ثانك يو. الحاجات برضو اسعارها مش رخيصه يعني، الحاجات اللي هي الشعبيه اللي هنا اسعارها مش رخيصه. اعتقد ان انت لو بتشتري من هنا لازم ان انت تفاصل. اعتقد ان انت لو جيت في مدينه زي كده مثلا لازم ان انت تفاصل يعني، ما تقولكش السعر فتوافق عليه على طول. الدور اللي تحت كان كله حاجات خاصه بالسيدات، هنا اعتقد في حاجات خاصه بالرجاله شويه. في هنا حاجات الاطفال مثلا 3 قطع ب 100,000 يعني، 3 قطع ب 200 جنيه، حاجات بقى وان بيس وشغل عالي. هنا طرح مثلا عليها عروض 3 ب 100 يعني، 3 طرح من دول ب 200 جنيه مصري. ممكن يكون في حاجات كويسه بالنسبه للبنات، اعتقد حاجات زي كده بيحبوها، سعرها 150,000 يعني 300 جنيه، لكن شيك والله. واحنا بنتمشى بقى لقينا ايه، عربيه بتبيع موز مقلي. خلينا نجرب. الموز هنا حجمه غريب يعني، حجمه غير الحجم العادي بتاعنا، موزايه كبيره جدا وشكلها مختلف. هو بقى بيقطعها على الزيت وبعد كده تاكلها وهي مقليه، موز مقلي. قاعدين بقى لحد ما الموز يتقلي. الفكره في حاجه ان انت وانت موجود في اندونيسيا، الشعب هنا ودود بشكل غير طبيعي. الناس هنا كلها بتضحك في وشك، كلها بترحب بيك جدا ومبسوطه جدا ان انت موجود، واعتقد بالاخص بيحبوا العرب بشكل غير طبيعي. فده اللي انا لاحظته من اول زيارتي لاندونيسيا يعني، ان انت تحس الناس هنا بتحب العرب بشكل غير عادي. لحد دلوقتي صراحه انا مبسوط في اندونيسيا جدا، الاجواء خياليه. طلعها من الزيت وبيبدا بقى ان هو يخبط عليها كده، ما اعرفش تقريبا هيحشيها حاجه، هنشوف بقى دلوقتي. لا لطيف. يحط عليها سبرينكلز شوكولاته كده، انا متفائل. على الشوكولاته بقى بيبشر جبنه يعني، ما اعرفش مش متاكد من الميكس دوت، بس هو هنا في اندونيسيا عادي جدا ان الشوكولاته يبقى عليها جبنه. خلينا نشوف. ثانك يو. فوق القصص دي كلها بقى ايه، ده لبن مكثف، اديله ما ترحموش. الطبق دوت سعره 10,000 يعني بالمصري تقريبا حوالي 20 جنيه. ايوه بقى ده بقى شغل ايه، ناس كرة. ده شكل الموزايه بعد ما خلصت، ما بقتش موزايه خالص. موز عليه شوكولاته، عليه حليب مكثف، وعليه جبنه مبشوره. خلينا نجرب الميكس الغريب ده يعني. ده شكلها غريبه جدا. موز مش مسكر، موز يعني طعمه عادي، تحس ان هو طبق حادق اكتر من ان هو طبق حلو. تحس ان الشوكولاته هي اللي عامله بس الحلاوه في الموضوع، ولكن غير كده كله حادق يعني. هو لما كانش حاطط الشوكولاته كان هيعتبر سناك حادق، ولكن تجربه ظريفه يعني، تجربه بالنسبه لي جديده جدا وظريفه. ده الشكل من جوه، شوكولاته سايحه وسط الموزه مع جبنه. خلينا نجرب تاني. شبه البطاطس اكتر، مياله انها تكون بطاطسايه مش موزايه. اغرب حاجه جربتها في اندونيسيا لحد دلوقتي صراحه، مختلفه تماما. لسه مكملين جولتنا في باندونج، فجينا عند المكان بتاع الفاكتوري اوتلت، مشهور جدا في باندونج ويعتبر من اشهر الاماكن الناس بتزورها لما تكون هنا، لان في تنوع جوه رهيب في المنتجات، وكمان اسعارها مش بتلاقيها في اي حته ثانيه. فتعالى نخش المكان ونشوف ايه اللي موجود جوه. مكان صراحه كبير جدا، في اماكن انت تجيب ايس كريم او حاجه حلوه تقعد كده ايه تاكلها براحتك يعني. في مثلا تيشيرت اديداس سعره 149,000 يعني حوالي 300 جنيه. في مصر اسعار مختلفه تماما، نفس القصه برضه يعني 149,000 روبيه يعني 150 جنيه. تيشيرت شكله ظريف والله. بنطلون زي كده نايك مثلا 189,000 يعني حوالي 380 جنيه. تيشيرت هيوجو سعره 219,000 يعني حوالي 440. اختيارات كتير جدا جوه المكان صراحه. تيشيرت جسم ب 189,000 يعني حوالي اقل من 400 جنيه. تيشيرتات تومي هيجلر كتير جدا ب 119,000، كابات مختلفه وكل براندات نايك واديداس، حاجات كتير جدا. كاب بوما حوالي 220 جنيه تقريبا. طبعا في سليبرز شكلها تحفه يعني، كوليكشن رهيب صراحه. في طرح كتير جدا مختلفه واشكالها برضه ظريفه جدا يعني. ده هودي ارماني اكستشينج سعره 279,000، هودي جامد السنين، شغل عالي. المكان هنا صراحه في اختيارات كتير ورخيصه. بسم الله، خلينا نشوف. نحط كارت ونتفرج. غرفه ظريفه والله يعني، الدنيا لطيفه جدا يعني. في هنا سريرين توين شكلهم ظريف، $22. انا قلت الدنيا هتبقى ضايعه صح، لكن الغرفه شيك. وحاطط لك هنا كاتل وميه وشاي ومروق عليك، وكمان في منيو بتاع مطعم تحت عشان لو عايز تطلب حاجه او كده فتتصل عليهم وتطلب اللي انت عايزه. الغرفه صراحه واسعه جدا وشيك يعني، ما توقعتش كده تماما. حاطط لك هنا باسكت برده، ما اعرفش ايه الهدف منه، ولكن باسكت شكله ظريف. حمام بسيط شويه ولكن يقد الغرض. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص. شفنا اشهر قطر في اندونيسيا، وخدنا جوله سريعه في مدينه باندونج، والحمد لله الفندق بتاعنا طلع كويس، سعره $22 فكان ديل كويس جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.